في يوم 1 يونيو من سنة 2025 حصلت معجزة كروية ألا وهي بيراميدز بطل أفريقيا، ولكن تعاملنا احنا كمصريين مع الحدث كان مليء باللامبالاة. محدش فرح. الظاهر مش مصدقينك. والإعلام كان فاكر إن فريق بيراميدز الصومالي تقريبا هو اللي كسب البطولة دي، مش فريق من بلدنا. يعني كان واضح إن في تجاهل إعلامي كبير لبيراميدز بعد ما خد البطولة. ايه ده؟ انا جايب لكم اوضه نوم، هم سندوتشين، اي فرحه زغروطه. ممكن تحس إن هي عادي، بس خليني أقول لك أنا أقصد إيه. بطولة دوري أبطال أفريقيا دي معمولة بقالها 61 سنة ويمكن أكتر كمان، وكان أول فريق مصري ياخدها نادي الإسماعيلي، والكلام ده كان في سنة 69. بعدها جه الأهلي والزمالك خدوها في الثمانينات، ومن وقتها القطبين بياخدوا البطولة على مدار السنين. الأهلي زي ما أنت عارف محقق فيها رقم قياسي، واللي بعده على طول الزمالك، ولحد يومنا هذا مصر هي أكتر بلد واخدة كؤوس البطولة دي برصيد 18 بطولة متقسمين على 3 فرق بس. يجي بقى بيراميدز في 2025 ويحقق البطولة رقم 19 ويبقى بطل افريقيا جديد من مصر بعد 41 سنه من تتويج الزمالك بالبطوله في سنه 84. ما هي دي اخر مره بطل جديد من مصر خد البطوله. يعني انجاز مصري قاري زي ده ومحدش واخد باله منه ولا حد مهتم بيه. دي لو جايزه وشوشه كان هيهتموا بيها اكتر من كده. اخدت بطوله الجمهوريه. هايل. انا رايحه الدرس. النهارده اخر فيديو في سلسله بيراميدز، هنتكلم على الانجاز الاكبر اللي عمله اللي محدش عبره عليه، ويبقى كده قفلنا مسيرته كلها وعرفنا ازاي قدر يبقى فريق من كبار القاره في 7 سنين بس. فانت لو لسه مهتم بحكايه بيراميدز اركن انتمائك على جنب شويه وتعالى اما احكي لك بقيه الحكايه. ما تنساش بس مشروبك الجميل وتعالى ورايا. موسم 2024-2025 الموسم الأقوى على الإطلاق لبيراميدز، وما كانش حد متوقع إن السنة دي هي سنة تحقيق الإنجاز المستحيل، لكن واضح إن الحصول على كأس مصر في السنة اللي فاتت إداهم دفعة معنوية كبيرة هتخليهم يقدروا ينافسوا بقوة على كل البطولات. بدأنا بتغييرات بسيطة كده في عناصر الفريق، يعني مثلا عملوا اتفاق أو شراكة كده مع سيراميكا عشان يستفيدوا باللعيبة اللي معاهم اللي ما كانوش بياخدوا فرص كتير في المشاركة. يعني طلعوا زلاكا وفخري لقاي وإسلام عيسى ومحمد صادق، إعارات بقى على بيع ما تفهمش. المهم إن هم خدوا منهم أحسن صفقة، صديق إيجولا. فعلا كان صفقة مهمة قوي لبيراميدز الموسم ده. وجابوا في نفس الميركاتو يوسف أوباما من الزمالك بس كان انتقال حر، وطارق علاء من سموحة، وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي. واظن كده ان الفريق اصبح متكامل بشكل كبير، ومع اللي عمله يوريشيتش الموسم اللي فات لو كمل عليه هيقدر يطلع نسخه جباره من الفريق ده، ودي فرصته المره دي. هيبدا الموسم من اوله، يعني اكيد هيبقى موسم مش عادي. بدأنا السنة كالعادة بالسوبر المصري، لكن بيراميدز زي ما بيعودنا لازم يعمل أداء مخيب في انطلاقة أي موسم. معرفش ليه ما بيعرفوش يبدأوا عدل زي الناس. بيخسروا من الزمالك بضربات الجزاء وبيكسبوا سيراميكا بعدها في المركز الثالث. يعني مجرد بداية ما تحددش مصير السنة كلها. بندخل على الدوري العام ومنافسة النفس الطويل واللي دايما بيخيشوا فيها. مع أول مباراة بيتعادلوا قدام بتروجيت، بيتبعوها بفوزين على التوالي على إنبي والبنك الأهلي، لكن في المباراة الرابعة بتيجي الخسارة الأولى قدام المصري، والماتش اللي بعده قدام الإسماعيلي بيكتفوا بالتعادل. يعني بنظرة عامة كده بيحصل اللي بيحصل كل مرة، وبيراميدز بيخسر نقط كتير من أول الدوري، وهو ده اللي بيصعب عليهم المنافسة في الآخر. اما من الناحيه القاريه بيراميدز بيعدي الدور التمهيدي ويصعد للمجموعات في دوري ابطال افريقيا، وبيقع معاه في المجموعه سجرادا الانجولي ودجوليبا المالي والترجي التونسي، مجموعه يقدر يعدي منها لو ركز. في اول ماتش بيكتسح سجرادا 5-1، وبعدها بيأمن نفسه بتعادل سلبي مع دجوليبا، ومش عارف بنطق الاسامي صح ولا لا يا جماعه فعدوها لي. وللاسف بيروح رادس وبيخسر من الترجي 2-0. ومن هنا يوريشيتش قرر يلم فرقته وقال لازم اعدل الاوضاع، وقدر يغير مسار الموسم بالكامل. في الدوري بيروح يكسب 4 ماتشات على التوالي، فاركو والجونه والمحله وزد. 12 بونت كويسين قوي عشان بيراميدز يعوض اللي فقده ويستغل تعثر الاهلي في الوقت ده. وفي افريقيا كسب الترجي هنا في القاهره بشكل درامي، قدروا يحولوا تاخرهم من 1-0 ل 2-1 في الدقيقه 93. ريمونتادا صغيره ابطالها كانوا مصطفى فتحي وابراهيم عادل، وهنا كانت نقطه تحول الفريق، مش عشان دول اهم 3 نقط وكانوا سبب اساسي في الصعود، انما الروح والحماس والرغبه في المعافره على الفوز كانت واضحه قوي في الماتش ده على كل اللعيبه. وده كان واضح لينا ان عندهم حاجه يقدموها السنه دي، واكيد هيحققوا انجاز. في الماتشات اللي فاضله في المجموعه بيراميدز بيكسب سجرادا خارج الارض برضه في اخر اللحظات بجون مروان حمدي، بعدها بيكسب دجوليبا بنتيجه عريضه 6-0، وبيصعد من المجموعه في المركز الثاني ب 13 نقطه متساوي مع الترجي المتصدر.
بيراميدز لاول مره بيوصل لاقصائيات دوري ابطال افريقيا، والمره دي اداء ونتيجه واستحقاق كبير. طيب نرجع للدوري، هنلاقيه لسه فارد سيطرته وعمال يكسب في الفرق، لكن جه وقت المواجهه المباشره مع المنافسين الكبار. بيقابل الاهلي الاول وبيعمل قدامه 50 دقيقه من نار، ضغط واداء كويس ولعب على المكسب من اول الماتش، وكانوا كسبانين 2-0 في اشاره كبيره للاهلي بالذات ان بيراميدز داخل سباق البطوله وبقوه. بس الاهلي قلب الترابيزه في دقيقتين بس وبيقدر يتعادل، وبعدها الماتش بيفضل متكافئ بينهم لحد ما بيخرجوا بالتعادل. يمكن برضه يوروشيتش في الماتش ده ما حبش يغامر ويطمع في المباراه اكتر من كده، وبالنسبه له نقطه واحده بس عطل الاهلي ده مفيد جدا ليه. في الجولة اللي بعد دي مباشرة بيراميدز بيقابل الزمالك اللي بيكون مستهلك فنيا وبيكسبه 3-0، ومن هنا بيراميدز بيركب الدوري بعد ما خلى الزمالك يبعد شوية، وبيجبر الأهلي بما إنه أقرب منافس إنه يضغط أكتر وما يقعش ولا ماتش، وياخد بعدها 6 ماتشات اللي كانوا فاضلين في الدور الاول ياخدهم اسح كده ويكسبهم كلهم ويدخل مرحله تحديد البطل وهو بطل. تركيز بيراميدز ما كانش على الدوري بس، قدر يعدي ويكسب في كاس مصر كمان لحد ما وصل للنهائي كالعاده يعني. وبالنسبه لدوري الابطال بيقابل الجيش الملكي في ربع النهائي، واحنا عارفين الفرق المغربيه، لكن رغم كده بيقدم ماتشين من احلى واجمل المباريات. يستغل اخطاء الفريق المغربي هنا في القاهره ويكسب 4-1 بثقه واداء هايل، وفي العوده من قلب المغرب بيخرج بخساره 2-0، لكن بمجموع المباراتين هو كسبان ويتاهل رسميا لنص النهائي وهيكمل مشوار النجاح. ودي خطوه كويسه لبيراميدز، وبدا يبص على كاس البطوله من هنا، وعينه كمان على الاهلي اللي ممكن يسبقوا على النهائي ويكون فاينل مصري تاريخي، نهائي قرن من تاني. الاهلي معاه صن داونز وبيراميدز معاه اورلاندو، وماتشات الذهاب كانت في جنوب افريقيا، الماتشين بيخلصوا تعادل سلبي، وده كان امل كبير ان النهائي فعلا هيبقى مصري، ويبقى كده بيراميدز السنه دي مش ناوي يسيب الاهلي في حاله، دوري وافريقيا محلي وقاري، لا ده جاي له هو بقى. بس الاهلي بيخرج من البطوله في اخر اللحظات في ماتش العوده. لكن بيراميدز قال لك لا مش هفوت الفرصه، كان معاه ماتش صعب قوي قدام اورلاندو هنا في القاهره، الماتش هرب منهم كذا مره بس فيستون مايلي كان بيرجعه، وكمان رمضان صبحي كان ليه بصمه واضحه في الماتش ده، ودي من الحاجات القليله يعني، بس وجب ان احنا نجيب سيرته. بعد سسبنس وشد اعصاب بيراميدز بيكسب 3-2 ويتاهل لاول مره لنهائي افريقيا، وفريق مصري جديد في النهائي. نرجع للدوري شوية، في مرحلة تحديد البطل حصل مشاكل وحاجات غريبة، بس خلينا في اللي يخصنا فريق بيراميدز، مش عايزين نتكلم على الباقيين. للأسف الفريق اتعادل في أول مباراة مع المصري، بس لسه البطولة في إيديهم. في الماتش التاني كان قدام الاهلي، كانوا كسبانين، والفوز في المباراه دي معناه التتويج بالدوري خلاص بنسبه يعني 90%، بس الاهلي اتعادل في اخر ثانيه وعطل بيراميدز المره دي. لكن على الورق الاهلي بعد عن المنافسه، ما هو اصلا كان منسحب من اول ماتش اللي كان قدام الزمالك ده وخسر 3 نقط، والمفروض اخر الدوري يتخصم منه 3 نقط عقوبه انسحاب. فمن المفترض بيراميدز يركز في ماتشاته ويكسب الباقي وهياخد الدوري عادي، وفعلا بيراميدز بيركز وبيكسب الحرس في الماتش اللي بعده على طول، بس يكسبوا بصعوبه، وكان واضح ان هم فعلا تعبوا خلاص، وهم في اخر الموسم والتركيز بيقل وكل البطولات على دماغهم، فبالشكل ده ممكن يقعوا في اي ماتش. والوقوع هنا جه في ماتشين ورا بعض في الدوري، ودي كانت المشكله. ماتش فاركو لعيبه بيراميدز يعتبر مجوش، خسروا 3-2 بشكل غريب، والماتش الثاني كان قدام البنك الاهلي ما كانوش شايفين قدامهم، كانوا متاخرين 2-0 وعرفوا يرجعوا بالتعادل، بس برضه خسروا في اخر 10 دقايق، والبنك الاهلي بيكسبهم 4-2 وبيخسروا الصداره ويخسروا الدوري. فعلا ده كان في ايديهم، ازاي يضيعوه بالمنظر ده؟ هو الحقيقة في حاجة تانية حصلت خارج كرة القدم، وهي ان الاهلي مش هيتخصم منه 3 نقط اخر الدوري، وده كان قرار مجاملة بصراحة ما اقدرش انكر، لكن عدت الايام والمحكمة الدولية اقرت باحقية الاهلي في الدوري، بس الموضوع كبير وشرحه هياخد مننا وقت كبير وهنروح في حتة تانية خالص. انا البلد يرفع. فخلينا برضو في بيراميدز، اديني بقول لك بيراميدز اكيد اتظلم بالقرار ده، لكن برضو الدوري كان في ايديهم، ضيعوه في اخر لحظة وده غصب عنهم اكيد، ممكن اجهاد ممكن قلة تركيز، لكن مع القرار ده لو كانوا كسبوا ماتشاتهم كان هياخدوا الدوري. مش مهم، تركيزهم في افريقيا اكيد احسن بكتير. بعد الدوري عندهم نهائي افريقيا ونهائي كاس مصر. النهائي الافريقي كان قدام صن داونز، والعوده هنا في القاهره. الكل توقع خساره الفريق الازرق قصاد الفريق الاصفر، بس يوروشيتش كان راسم الخطه والتكتيك صح. بعد شوط اول تعادل سلبي، صن داونز بيقدر يخطف ويسجل في الشوط الثاني، وكان مكتفي جدا بالفوز ده وقال خلاص احسن بقى اللقب في القاهره. انما بيراميدز كان عنيد ومش هيفرط في النجمه الاولى بسهوله، وليد الكارتي بيتعادل في الدقيقه 94، دي روح الفانيلا الزرقاء يا جماعه.
فرحة وإنجاز بالتعادل ده، وكده رجليهم أقرب للبطولة. بس برضه محدش توقع إن بيراميدز هيصمد لحد الآخر وممكن يكسب البطولة. أصل برضه الحاجات دي محتاجة خبرة، وصن داونز خبرة وأقدم وممكن يبقى له حظ المرة دي. بيراميدز حب يرد على كل المشككين وعلى كل الأعداء، ويجوا في مباراة العودة هنا في القاهرة يقدموا ملحمة وأداء ولا أروع. بيسجلوا هدف في الدقيقة 23 عن طريق فيستون مايلي، ما هو مفيش غيره، سفاح الشبكة ده، ويأمنوا النتيجة بجون تاني في الشوط التاني عن طريق أحمد سامي بعد عرضية من الشيبي. قوة بيراميدز الموسم ده كلها كانت بسبب عرضيات الشيبي وتصديات الشناوي وفينش مايلي. وعشان النهائي ما يحلاش من غير إثارة، صن داونز بيسجل هدف كده ويخلي كل اللي بيشجع بيراميدز يقعد على أعصابه في آخر ربع ساعة. لكن في النهاية لا صوت يعلو فوق مصر، لا صوت يعلو فوق الأهرام، وبيراميدز بيحقق المستحيل ويصبح بطل أفريقيا. متهيألي من هنا اللعبة انتهت. الفريق أجبر الجميع على احترامه، أثبت نفسه بالعافية، نافس لحد آخر دقيقة على الدوري، ودي مش أول مرة، وده أكيد هياخده في يوم من الأيام. وكان بطل الكاس في الموسم اللي فات ووصل النهائي الموسم ده. بعدها خسر من الزمالك بالبلينات، بس ده مش مهم، ده بطل قاري. استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. إبداع والله. والموسم كان طويل وكان فيه إجهاد، فطبيعي أي بطولة تخيش كده. طب مش يمكن النجاح ده صدفة؟ أكيد لأ، ده مجهود اتبنى في سنين. في الأول كانوا ماشيين غلط، لكن أول ما خدوا الاتجاه الصح أبهروا كل اللي حواليهم. النجاح ما وقفش عند كاس أفريقيا بس، راحوا لعبوا السوبر الأفريقي قدام نهضة بركان، قدروا يكسبوا وما عطلوش. هتقولي مش يمكن أفريقيا هي اللي بقت ضعيفة عشان كده بيراميدز عرف يظهر؟ طب تعالى شوف، راحوا لعبوا الانتر كونتيننتال، كسبوا اوكلاند سيتي 3-0. سيبك من دي، كده كده فرقه ضعيفه وبنكسبها بكل سهوله. اتاهلوا هيلعبوا الاهلي السعودي بطل اسيا على كاس الثلاث قارات، وهيلعبوا في السعوديه. بيراميدز مسك الاهلي غسلوا بكل نجومه. هاتريك فيستون مايلي كان يلمع في سماء ملعب الملك عبد الله، وبيتوج بيراميدز بلقب قاري جديد. ده حتى لما راح لعب فلامينجو على كاس التحدي ما كانش ضعيف او مستسلم. عايز اثبات ايه تاني اكتر من كده؟ فريق عنده 3 القاب قاريه وهيدخل كاس العالم للانديه في 2029. كل ده ما يخلكش تقول وتعترف ان فعلا الفريق ده كبير؟ خلاص يا صديقي، لابد من الاعتراف ان بيراميدز قطب جديد من الكره المصريه، مش هياخد حاجه من الاهلي والزمالك، ده اتجاه لوحده. وهنا نقدر نقول ان المشروع والتجربه اللي اتعملت من 2018 نجحت اخيرا، رسمي فهمي نظمي، وهي دي النهايه لحكايه التجربه البيراميدزاويه. يبقى شوف الاجزاء اللي فاتت من السلسله وبقول لي رايك في الكومنتات، واعمل لايك طبعا، وما تنساش السبسكرايب طبعا عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.